انا اللي مبسوطه لاني انا بتعلم منك ولسه بتعلم منك لحد النهارده. على راسي انا يمكن قلت لك ان انا اي اكله بعملها لازم افتح الاول اراجعها. معايا النهارده حد عزيز جدا جدا على قلبي، ومبسوطه ان هو جه ونورني وبيشارك معايا النهارده في اللقمه. شيف فاطمه ابو حاتي، نورتيني يا فاطمه جدا. والله يعني مش قادره اقول لك مدى سعادتي النهارده وانا معاكي وفي لقمه خير. مش قادره اقول لك انا مبسوطه قد ايه بجد. ربنا يديكي على قد نيتك ويحسن ما بين ايديكي دايما وتكوني كده سبب في اسعاد الناس. فاطمه اسالك بقى، ايه السر في لقمه الاطعام؟ بس عايزه كلام بقى من قلب فاطمه، مش كلام تقليدي. يعني اعتقد اختصارا لكل اللي انت بتعمليه، انت بتدخلي السعاده على الناس. ومش عارفه اقول لك ايه، بس يعني انت اللي بيعمل الاطعام او اللقمه دي مش انسان بيبقى عادي، انسان عنده قلب، انسان عنده حنيه، لان مش اي حد بيقدم المساعده وبيبذل من وقته جهده وماله علشان يسعد الاخرين، فده ايثار. فحاجات كتير قوي بتتلخص ان الانسان ده انسان. الحمد لله. ربنا يا رب يعني يجعلنا سبب كده ان احنا دايما يعني نساعد الناس امين يا رب، ونكون قدوه ليهم في حاجه خير. بالظبط. عشان بعض الاحيان الناس بتفتكر يعني ان احنا يعني ما نجهرش بالخير، يعني المفروض الحاجات دي في السر. دي نقطه تانية انا كنت عايزه اتكلم فيها. مش دايما او مش لازم كل ما نعمل خير يبقى في السر. احيانا بنبقى عايزين نعمله في العلن علشان نبقى قدوه او نبقى نموذج ان الناس تقلده، فهم يكسبوا ثواب واحنا كمان نكسب ثواب. اللقمه النهارده كمان بتاعه شيف فاطمه، احنا عاملين النهارده حوالي 130 وجبه، عباره عن دبابيس فراخ مشويه ورز بالبسله والجزر وسلطه خضراء. وانا شايفه ان الوجبه خفيفه جدا، بالذات ان هي رايحه المرضى، يعني الحاجه خفيفه والمقادير بتاعتها او المكونات بتاعتها سهله. يا فاطمه ايوه، قولي لي لو كانت الصفحه دي بتاعت لقمه خير بتاعتك، ايه اللي ممكن تضيفيه عليها ماشي علشان يعني تعملي حاجه احسن؟ مش هبقى بجاملك لو قلت لك مش هعمل اكتر من اللي انت بتعمليه. يعني انا شايفه ان الصفحه ما شاء الله اللهم بارك، روحها حلوه. يعني عارفه يعني ايه روحها حلوه؟ يعني فيها حاجه حلوه، فاكيد كل اللي فيها حلو بصراحه. فانا مش شايفه ان في اي حاجه يعني ناقصه في الصفحه. بالعكس الصفحه جميله جدا، وزي ما قلت لك في البدايه يعني انا انبسطت بيها جدا لدرجه ان انا تمنيت ان انا اكون جزء منها. عايزه نصيحه منك يا فاطمه ليا وللبرنامج، تقولي لي ايه؟ عشان البرنامج 10/10 فاستمري، دي اول نصيحه. تمام. واهم نصيحه كمان انك انت تجددي النيه. عشان صح. تعبك مجهودك الكلام ده كله، يعني تستمر النية لله على طول. صح، عشان ساعات الواحد بيسرح. ايوه يعني بيسرح فعلا وينسى تجديد النية، ودي اهم حاجة. صح. عشان ان شاء الله يبقى كله في ميزان الحسنات ان شاء الله. بقول لك يا رشا، تفتكري اول لقمة خير عملتيها؟ فاكرة كويس قوي. قولي لي. كان عيش ولحمه في سيدنا الحسين. الله. والله عيش ولحمه ما شاء الله. ما انا افتكر كده حتى زمان اهالينا برضو لما يحبوا يعملوا اطعام عيش كان ولحمة. فعلا عيش ولحمه. ايوه، بس احنا ساعتها فته في رغيف. يعني وقعها على الناس، انا كنت شايفه لان كنت قاعده جنب الناس. فرحه الناس جدا، والفرحه اللي بانت في عيونهم شجعتك انك انت تكملي. اللي انا اكمل ما هي جت من هنا. رشا، كلنا عارفين ان الاطعام له اثر علينا، يعني بعد ما بنعمله كلنا بنحس حاجات بتحصل في حياتنا. تقدري تحكي لي موقف كده كان مؤثر وحسيتي باثر فعلا الاطعام؟ بصي، في مواقف كتير يا فاطمه الحمد لله بتحصل للواحد بعد الاطعام، بحس فعلا ان ربنا كرمنا بعد اللقمه دي. ولكن اكتر موقف بصراحه كان مؤثر معايا عشان ده بدا من زمان قوي، من بدايه الاطعام اللي خلاني يمكن من الحاجات اللي اكمل في السكه دي. محمد ابني وهو صغير كان عنده الدكاتره كلها اجمعوا ان هو عنده ثقب في القلب. فبصراحه كان الموضوع بالنسبه لنا تقيل وكارثه بكل المقاييس جدا. وقررنا نعمل لقمه حاجه بسيطه يعني ساعتها. والله فاكره يعني يمكن نرز بلبن، مش هقول لك وجبات ولا حاجه. والحمد لله طلعناها كده بكل نيه ان ربنا يعني يزيل الكرب اللي احنا فيه ده يعني.
والحمد لله حصل فعلا. يعني بعدها رحنا عملنا الايكو تاني. الايكو لقينا ولا في اي حاجه، والدكاتره كانوا مستغربين والله. ما شاء الله ما شاء الله. الموضوع يعني اكنه اختفى، ما كانش ليه اي اثر. سبحان الله. فبصراحه دي اللي خلت الواحد لا يعني لا كان نكمل بقى، احنا نكمل بقى يا جماعه. بتقول لنا رز بلبن، يعني ما فيش ابسط من كده. سبحان الله، بسيط. حاجه بسيطه بس قادره تعمل معجزات كبيره. صح. ربنا يجعله في ميزان الحسنات يا رب. شكرا يا فاطمه حبيبتي، بجد انت نورتيني النهارده جدا والله. من يعني من اكتر الضيوف اللي انا مبسوطه قوي 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 بيها. ممكن اقول لك حاجه بمناسبه كلمه ضيوف؟ انا هنا في بيت رشا ما حسيتش ان انا ضيفه، انا حسيت ان انا في بيتي، عماله افتح في الادراج واطلع الادوات وشغاله وبعمل اكل، وحاسه ان انا في بيتي بالظبط. زي ما قلت لكم الاجواء هنا اجواء مريحه جدا، مريحه نفسيا جدا. واضح يعني ان رحمه ربنا علينا. الحمد لله. فيا رب دايما منوره، يا رب دايما لقمه خير تزيد وتزيد وتبقى في كل بيت يا رب يا فاطمه. شكرا يا حبيبه قلبي قوي قوي قوي. تسلمي لي. وفي الختام مفيش ختام. فاطمه، رشا، انتم كلنا خدامين عند اهل الله. تاخدنا الدنيا والاحوال، لكن يفضل الخير هو مصدر سعادتنا وسعاده اهل الخير. اشوفكم على خير يا اهل الخير.